في كتير من الرجالة بتسأل: ليه أنا مش سعيد في جوازي؟ ليه مراتي مش زي زمان؟ ليه كل حاجة بقت باردة وجافة وملهاش طعم؟ وساعات يفضل يدور على السبب بره نفسه. لكن الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها: أنا كراجل، أنا المسؤول عن سعادتي الزوجية، مش هي. أنا اللي اخترت بعقلي وبقلبي إنسانة سوية طيبة فيها خير واتجوزتها. أنا اللي اخترت، والمفروض الطبيعي لما اتصرف بشياكة وبرقي وبكرم وبرحمة أكيد ربنا هيبارك في العلاقة دي. أنا كزوج اللي المفروض بخلق جو صحي، جو تقدر فيه مراتي تطلع أجمل ما فيها وتعيش بأمان وتحس إنها شريكة حياة مش جارية شغالة عندي في البيت. أنا المسؤول عن الجو اللي بنعيش فيه. تاني بقولها للراجل: الزوج هو المسؤول عن الجو اللي بنعيش فيه كزوج وزوجة، مش الجو المادي بس. الجو المادي ده ممكن تكون آخر حاجة، إنما في جو نفسي وجو الاحترام اللي بينك وبين زوجتك وجو الأمان. في زوجات كتيرة جدا بتفقده دلوقتي. لو أعمل تصرفات فيها رقي واحتواء وحب أكيد الطرف التاني هيرد بنفس المشاعر. لكن لو كنت غليظ في التعامل، أو بحقر من رأيها، أو بهينها بكلمة، أو بسخر من شكلها، أو ما بقتش أقول لها كلمة حلوة، يبقى إزاي أطلب السعادة وأنا بدمرها كل يوم بكلمة أو بنظرة؟ اللي بيحصل بعد كده إن مراتي مش بتدبل وبس، هي بتتحول لنسخة تانية خالص، نسخة سيئة. ليه بقى؟ ما بقاش عندها طاقة تعطي أي حاجة ولا أي شيء لأي حد، وممكن تبقى فريسة لأي شخص تاني، وانت اللي اديت الحق للكلام ده كله يحصل، لأنها فقدت أمانها في بيتها واحترامها ونفسها، والكلمة الطيبة ما بقتش تسمعها. وساعتها أكون أنا اللي خسرت كزوج، وخسرت إنسانة كان ممكن تطلع لي أجمل حب وأجمل حياة، بس أنا دفنت ده كله بإيدي. ورسالة للراجل اللي مفكر سعادة البيت عند الزوجة، رسالة ليه بقى: الكلام ده مش للست، ده لينا إحنا كرجالة. إحنا اللي لازم ندفع تمن سعادتنا بالتصرفات الصح، مش بالسيطرة ولا بالغلظة ولا بالإهمال. إحنا اللي لازم نحافظ على الإنسانة اللي هي موجودة في بيتي وجبتها من بيت أهلها وموجودة عندي في بيتي، علشان نعيش معاها حياة حقيقية، مش مجرد عشرة والسلام. اعرف دايما إن مراتك هي مرايتك. عملت حاجة كويسة أكيد هي هتعمل حاجة كويسة. لو أنت شايفها دبلت زي الوردة كده بالظبط، الست على فكرة لو دبلت راجع نفسك لأنها ممكن ما تلاقيهاش تاني. ولو انطفت اسأل نفسك أنت عملت إيه. ولو عايز تشوف منها أجمل ما فيها أو أجمل نسخة ليها، ابتدي أنت الأول بكلمة حلوة، بكلمة طيبة، وبكلمة شكر. لأن السعادة مش هدية، السعادة نتيجة، والنتيجة دي أنت اللي بتكتبها بإيدك. وقالوها زمان لو تفتكر إن الست بتحب بودانها والراجل بيحب بعينيه، وهي دي الحقيقة.